تعرفوا على الانر مونكي. مرحبا بيتنا، أنا سميح جبران واليوم رح نتعرف على الكرد الداخلي تبعها. الانر مونكي هو الاسم اجى من الطفوله واتسعدن بالساحه، ولما كبرت فت على الهندسه وكملت هيك ببناء هاي الشغلات، بس قرد بلش ينخمد، صرت احس باوجاع ظهر، اوجاع كوع، اوجاع ركبه بالركض، مع انه انخمد دائما حسيت كان عندي هيك بصيص امل، كنت دائما اضلني احاول واتصاوب لعند ما تعلمت الاشياء من الصفر. تعلمت عده انواع تمارين كمان بوزن الجسم، تدمج عده انواع فنون قتال، رقص معاصر، جمباز، سير. والقشه التي قسمت ظهر البعير كنت بمسار مشي بتشيلي، كنت بعد 6 اشهر تدريب من الكروسفيت. اول نص ساعه بلشت الركبه الاولى تزعلني، بعدين الركبه الثانيه، وكملت كل المسار شحت على الارجل والعكاكيز. بالنهايه ترك اثر مدمر يعني فيي، اللي شو عم بعمل غلط، شو اللي عم بسويه، عم بعمل تمارين، بس انا عم بيكون وضعي اسوء. هاي اللحظه قلت خلص منط لف لقدام. هاي بدك اياني انا اعملها؟ اها لقلبي. بدي أتركها هيك على كتافي، إذا وصلت لمحل هذا بقدر أنط شوي صغيرة، منط لف لقدام. لا بس هي هيك هيك بلش. المصور كان يقول لي بتقدري هويدي بتفلسف علي. يلا تعال لا شوف. مش ترجع لورا. 3 2 1. شخصيا انا عندي كثير اختلاف بتجربتي بجسدي. الاشي مش بس لحالي عملته كمان للاشخاص اخرين. في عندي اجت متدربه بتجنن، بس وصلت لمحل اللي السجود بوجع. الدكتور ما اعطاهاش علاج بالابر لانه بعدها صغيره بالسن، وما اعطاهاش بديل ثاني، الفيزيوثيرابي ما ساعدها، واجت لعنا. قلت لها بعرف ايش، هات نجرب. خلال شهر كان عندها تقدم كثير رهيب. صعب نعمل هيك تغيير جذري بحياتنا بالاساس، لانه صعب نحافظ على الاستمراريه، صعب نبنيها هاي، وهي بتيجي من قله معرفه، وبنقدر نطورها ونتعلمها ونبلش نحافظ عليها بشكل يومي. وملان اهل بيجوا لعندي وهيك بيقولوا لي انه عندنا قرود. تعال خذ هنا. ايوه. وانتم كمان بتحبوا تتأردنوا؟ شاركونا ونكتب بيتنا. خلاص؟